للاسف عمر جابر مش هيلحق ماتش القمه. بقول لك للاسف عمر جابر اللي كان جمهور الزمالك ما بيحبش يشوفه في التشكيله الاساسيه، عمر جابر اللي كلنا كنا بنطالب ان محمد ابراهيم هو اللي يلعب عشان عمر جابر خلاص ما بقاش قادر، ولكن بمجهود ورجوله الراجل ده في الملعب ومستواه الثابت والاداء الغير طبيعي لعمر جابر في الماتشات اللي فاتت خلتنا نزعل ان عمر جابر مش هيشارك قدام الاهلي. اقسم بالله في اول نص ساعه في ماتش انبي لولا عمر جابر كان زمان مثلا الزمالك دخل فيه هدفين، منهم الكوره اللي عمر جابر يعني طلع من الارض كده وراح عامل عليها تاكلينج قبل ما مهاجم انبي يحطها جول. الامانه عمر جابر بجد من ولاد النادي الرجاله اللي فعلا بيتعب علشان خاطر التيشيرت، اللي عنده غيره على تيشيرت نادي الزمالك، حقيقي يستاهل الشاره اللي على دراعه ديت، لان الشاره دي مش اي حد يلبسها. للاسف بسبب الاصابه كده عمر جابر مش هيشارك قدام الاهلي، وبنسبه كبيره كمان مش هيلحق نهائي الكونفدراليه. وطبعا كلنا ثقه في محمد ابراهيم ناشئ نادي الزمالك، الراجل اللي لما بيكون موجود في ارض الملعب برده ما بتبقاش عايزه يطلع من الملعب من كتر ما هو جامد وراجل في الملعب واداؤه كويس سواء كان دفاعيا او هجوميا. فكلنا ثقه في محمد ابراهيم ان هو هيقدر يتعامل كويس ان شاء الله في الماتشات اللي باقيه من الدوري وفي نهائي الكونفدراليه، لان احنا عندنا ثقه كبيره قوي في اللعيب دوت، لان هو ده لعيب اتولد لعيب كبير، اتولد في ظروف تخليه ان هو يكون قائد في الملعب مش ناشئ. فكلنا كجمهور زمالك عندنا ثقه في محمد ابراهيم، والف مليون سلامه على القائد بتاعنا عمر جابر، ان شاء الله ترجع في اسرع وقت لان فريق الزمالك محتاجك يا قائد، والف مليون سلامه عليك ان شاء الله ترجع في اسرع وقت.